بصراحة من بعد ما شفت تصريحات جيمس جان ما افتكرتش غير المشهد ده. Breathe it in. That's fear. سلام عليكم. طلع جيمس جان وقال إنه مستغرب من الحملة اللي عملها الفانز عشان نتفليكس تشتري حقوق تكملة عالم اللي سنايدر فيرس عندها، وقال إن نتفليكس مش مهتمة أصلا، وإن زاك سنايدر مكمل مع نتفليكس ومبسوط معاهم وشغال على الأعمال الجديدة بتاعته، وإن زاك بنفسه اتصل بيه ودعم الخطة الجديدة بتاعته. طب ده معناه إيه؟ وهل خلاص كده الواحد ممكن يموف أون من عالم السنايدر فيرس ويبدأ يدعم في عالم جيمس جان؟ بص، أنا قلت رأيي قبل كده في خطة عالم جيمس جان، لو لسه مشوفتش الفيديو هسيبلك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. بس هرجع وأقول تاني ليه أنا مش مقتنع بالعالم ده لأنه عالم عشوائي، عالم مش واضح، مانتش عارف إيه الرابط ما بين سوامب سينج وسوبرمان وبوستر جولد والشخصيات اللي في فئة عمرية مختلفة. باتمان كبير، سوبرمان لسه بيبدأ. طب ما ده كان موجود أصلا من الأول والناس كان عندها مشاكل معاه، فأنت يعني أضفت إيه جديد؟ على الأقل عالم زاك سنايدر كان عالم واضح وكنا عارفين هو رايح لفين. فيعني بالنسبة لي ده اللي كان مخليني مش مقتنع بخطة جيمس جان، ومش شايف إن هي كانت كفاية عشان الناس تنسى العالم القديم، وده بالفعل اللي حصل. بس يعني هو ليه اتكلم على عالم زاك سنايدر دلوقتي، وليه عن الحملة دي بالذات في الوقت ده؟ بصراحة كل اللي أنا شايفه إن هو خايف من ردة فعل الجمهور اللي كل فترة بتبقى ضده. ولكن التصريحات دي أنا شايف إن هي مش موفقة تماما، لأن أنت شايف إن الناس كلها مش مركزة معاك ومحدش مركز مع الخطة بتاعتك، وإن سوبرمان هيبقى لابس الكلوت ولا لأ. أنت مش متصدر أي ترند، والهاشتاجات كلها بتطالب برحيلك، والناس مركزة مع حملة عودة عالم زاك سنايدر جوه نتفليكس. فأنت هنا بتحاول تقضي على الآمال بتاعة العالم ده، بحيث إن أنت كده تعرف تشتغل أكتر في خطتك. بس بالعكس أنت بتثبت اللي أنت خايف من ردة فعل الجمهور، وخايف اللي أنت مش عارف تتواصل معاهم، فبالتالي بقيت بتحاول تخلي الناس اللي ضدك يا إما يبقوا توكسيك فان يا إما يبقوا سنايدر فان. وإن كان أغلب الناس مش مقتنعة بيك أصلا، سواء كانوا بيحبوا زاك سنايدر ولا لأ. فأنت هنا بتحاول تضلل على عالم الناس عايزاه وعايزة تشوفه وعايزة تكمله. الناحية التانية العالم بتاعك اللي انت بتبنيه محدش بيتكلم عليه أصلا، فانت طلعت عشان تقول يا جماعة عالم زاك سنايدر مستحيل يرجع من الحملة دي. الناس عارفة إن حملة شراء نتفليكس لعالم زاك سنايدر تعتبر مستحيلة وصعب إنها تحصل، ولكن الغرض من وجود حملات زي دي هو إنها بتعكس حالة الجمهور، وإن هو مش راضي عن القرارات اللي فاتت، وشايف إن أنت مش كفاية إنك تمشي هنري كيفيل عشان تطلع لي فيلم زي سوبرمان لاجاسي في جيمس جان مسيطر على كل حاجة، سواء ككتابة كإخراج. الراجل حرفيا بيتعامل مع دي سي زي ما تكون العزبة بتاعته، اللي هو راح يجيب مراته عشان تلعب دور، وجايب أخوه عشان يلعب دور في مسلسل أنيميشن، وهيجيب طبعا ناس كتير من مارفل كانوا شغالين معاه عشان يبقوا موجودين في الخطة الجديدة بتاعته. يعني مش هيجيب ممثلين شباب زي ما كان بيقول. فعشان كده محدش مقتنع بيه، ومحدش شايف إن هو بيبني عالم. بالعكس الراجل جاي يعمل سبوبة وبيجامل كل أصحابه فيها على حساب دي سي وعلى حساب العالم السينمائي بتاعها، وممكن بكده يقضي على كل حاجة حلوة كانت موجودة. انت عايز تشيل المسلسلات والأنيميشن والأفلام كلها، وكل ده يبقى في صالحك، وانت أصلا الخطة بتاعتك كل ردود الأفعال اللي عليها كانت سلبية. فأنا بصراحة مش عارف يا ترى ديفيد سازليف هيفضل ساكت لحد امتى على اللي بيحصل ده، وهو شايف المدير التنفيذي اللي هو وظفه مش عارف حتى يتعامل مع الفانز، وطلع ينتقدهم عشان بيطلبوا بعالم تاني غير العالم اللي هو شغال عليه. فأنا بصراحة شايف إن تعامل جيمس جان مع الحملة دي كان فاشل، وبيثبت إن هو مش عارف أو مش قادر يكون قد المسؤولية جوا دي سي. أنت حرفيا جايب واحد من مارفل عشان ينقل دي سي لنسخة رخيصة من عالم مارفل السينمائي، ولو طول أكتر من كده هنسمع تصريحات مستفزة أكتر من قبل حتى ما يشتغل. فما بالك بقى لو نزل فيلم ولا مسلسل وطلع الهجوم عليه أكتر؟ فأنت هنا حرفيا بتخسر الجمهور من قبل ما تبدأ. فأنا شايف إن كفاية أوي عليه كده. بس في الآخر ده رأيي من زمان أصلا، فأنا يعني ما بقولش حاجة جديدة، يهمني تحت أسمع رأيكم في الكومنت. إيه رأيكم في اللي جيمس جان عمله وقاله؟ وهل أنت متفق معاه ولا لأ؟
وبس كده، ده كان كل اللي عندي النهاردة. طبعا لو عجبك محتوى القناة وحسيت ان انت عايز تسمعني مرة تانية، ياريت تنزل تحت في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وطبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، اشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.